عاش ابو سعود عاش 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 وجوك خوياك حمران العيون ب10,000 معونه وانا قال العطاء رجع على القوه وجوك خوياك حمران العيون ب10,000 معونه وانا قال العطاء اليوم وعطاكم وادي وانتم واقفين حكومتكم ما عليكم زور تقدروا يمسوا ارحبوا يا مرحبا ومسهلا. نلتقي في هذه الدقائق مع الاستاذ مبارك بن نفع عبد المجري الفهري ونرحب به سناب قحطان وكلمه بهذه المناسبه تجاه الحفل والحضور موجهه لك مشكورا. الله يحييكم جميعا وارحبوا ثم ارحبوا. اولا نبارك اخونا صقر بن سعود الزواج ونقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير، ونشكر سناب قحطان على التغطيه والله يعطيهم العافيه. نرحب بسناب قحطان وفي هذه الدقائق نلتقي مع الاستاذ مبارك بن مترك عالم نافع قحطان. كلمه بهذه المناسبه. مبارك لخالي سعود بن صقر على زواج ابنك صقر الله يوفقه والله يكتب مريم. كلمه توجهها لسناب قحطان. اشكركم عني بالنيابه زواج في هذه الدقائق لا يسعنا الا ان نرحب برجل الاعمال مبارك بن عبد الهادي بن مجري الفهري والذي نستغل هذه الدقائق معه وكلمه توجهها بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبارك للاخ صقر بن سعود بن سميع على زواجه لهذه الليله ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. والشكر موصول لسعود بن صقر على الدعوه عامه للنطعان والفر وقبائل قحطان. كلمه توجهها لسناب قحطان في هذه المناسبه. نقول لهم مشكورين وبيض الله وجهكم على كل حال، انتم مجملين في كل محفل يخص القبيله وبيض الله وجهكم. الله يعطيك العافيه. نلتقي في هذه الدقائق مع الشيخ محمد بن سعود بن مجري الفهري صاحب شركات ابن مجري للتجاره والمقاولات، ونستغل هذه الدقائق معه في كلمه موجهه بمناسبه هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نبارك لاخواننا صقر بن سعود بالوفاه مبروك، وهذا شرف لنا حضور الزواج ونشكره كل الشكر. الله يعطيك العافيه يا ابو ابراهيم. وكلمه توجهها لسناب قحطان بهذه المناسبه. سناب قحطان يشرفنا طال عمرك حضورنا فيه ومتميز وشكرا جزيلا للعمل. نلتقي في سناب قحطان مع الاستاذ الاعلامي منيف بن عبد الهادي بن مجري الفهري وكلمه هذه المناسبه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في البدايه نبارك للعريس هنا صقر بن سعود بن سميع الفهري ونقول له كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وثانيا نشكر جميع من حضر من قبيله الفر ومن قحطان ومن جميع القبائل. في الختام لا يسعنا الا ان نشكر سناب قحطان على تميزه في هذا الحفل. نلتقي في سناب قحطان مع الشيخ هادي بن حمود بن سميع الفهري وكلمه بهذه المناسبه وانطباعك تجاه الحفل. مرحبا ومسهلا للجميع، مرحبا ومسهلا، ونبارك لاخونا صقر ونقول له مثل ما قال الرسول اللهم بارك لهما وبارك عليهم واجعل بينهم بخير. ونشكر الحفل ونشكر تغطيه سناب قحطان على الحفل المميز. نشكر الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع سناب قبائل قحطان الرسمي، كلمة توجهها للمتزوج لمتابعين سناب قبائل قحطان الرسمي. أولا نشكر سناب قحطان على تواجدهم معنا، مشكورين. وأما المتزوج نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. الله يوفقهم. في هذه الدقائق نلتقي مع الأستاذ عبد الهادي بن مسلم الوافي الفهري، ونرحب به في سناب قحطان، ونتمنى من الكلمة القافية تجاه هذا. نقول مرحبا ومسهلا بالجميع اولا. ثانيا نبارك للعريس صقر بن سعود الفهري. ثالثا يشرفني حضوري في سناب قحطان، وشكرا للجميع القائمين على هذا السناب، والله يوفق الجميع. نلتقي في سناب قحطان مع الأستاذ مبارك بن سياب بن جري، وكلمة هذه المناسبة. أولا مرحبا ومسهلا، الله يحيي الجميع كلهم والرفاقة من كل مكان، اللي جانا من قريب واللي من بعيد، الفهر وقحطان والأجناب. ونشكر سناب قحطان في مشاركة حفلنا ناجح بإذن الله، والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع سناب قبائل قحطان الرسمي، كلمة توجهها للمتزوج ولسناب قبائل قحطان. مرحبا ومسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقول الله يبني بيت أبو سعود ويرفع قدره، ونشكر سناب قبائل قحطان اللي مجمعين لنا في كل محل، ويطول عمار وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سناب قحطان يستضيف الشاعر الكبير محمد بن هادي الجري الفهر، فليتفضل بكلمتين في سناب قحطان. وبالبداية مبارك للمتزوج، ونقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. وبالنسبة لسناب قحطان نشكرهم على تواصلهم معنا ونقل أحداث القبيلة ومناسباتها والشكر موصول لسعود بن صقر بن سميح صاحب الحفل، ونتمنى للجميع التوفيق وفي المناسبات القادمة. نرحب بسناب قحطان ونلتقي مع الشيخ سعود بن عبد الهادي الجدي، وكلمة هذه المناسبة لزواج صقر بن سعود. مرحبا بالجميع بهذه المناسبة الغالية علينا، مناسبة زواج أخينا صقر بن سعود بن سميح، وندعو له بالتوفيق في زواجه وحياة سعيدة إن شاء الله، وبالبنين وبالرفاهية. ونشكر سناب قحطان على القيام بتغطية المناسبات والحفلات والمهرجانات الخاصة بقبائل قحطان عامة، وله الشكر الجزيل منه. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أقول ارحبوا ثم ارحبوا يا سناب قحطان، ترحيب المطر، والله يحييكم في زواج الشاب صقر بن سعود بن سميع من طعان الفهر، والله يوفقه ويبارك له ويبني بيته ويجعل بيته الصيب والنصيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بسناب قبائل قحطان، كلمة توجهها للمتزوج وسناب قبائل قحطان الرسمي. بالنسبة للمتزوج نقول الله يجعل بيت الصيب والنصيب، والله يوفق ما بينه. بالنسبة لسناب قحطان الرسمي، لو يطول الكلام ما يوفي حقه، والله لا يهين ويكثر خير ويجمل حال، والكلام والله ما يوصف اللي فيه الشعور والخاطر. بيض الله وجيههم على كل حال. ارحب بسناب قحطان وبارك لاخي وابن عمي صقر بن سعود بن سميع النطعان الفهر، وارحب بضيوفنا الكرام من قبائل قحطان ومن كل القبائل، وبارك لهم وقال الله يوفقهم. سلامتك. الله صدقني ما فكرت في عداوتك، جبالكم ما جيت ادور فياها، طريقة استقبالك وحفاوتك، جيتني بكره بتلقى زياها. سلامتكم. سلام نضيفه بترحيب باسم الشيخ سعود بن صقر بن سميع الفهري، فمرحبا عددنا مسكنكم من مسافات، واهلا عددنا تكون لكم صدورنا من محبه ووفاء.
فأنتم أهل الوفاء حيث لبيتم دعوة الشيخ مسعود لزواج ابنه صقر. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الزواج. اجتمعنا جميعا في فصل الغاية مشاركين ومهنين لعريسنا سائلين الله جل وعلا أن يبارك له في زواجه في ليلة لا تخرج من علمي بعرض جملني وهبني وفر في دعوة